وفي كل الأحوال تغييرك لعادة وتكوينك لعادة جديدة بيتم على 3 مستويات، واللي هي إما إنك تبدأ من النتائج مرورا بالعمليات اللي هتقوم بيها في طريقك للوصول للأهداف اللي أنت حاططها لنفسك، اللي في النهاية هتوصلك لتغيير هويتك، أو إنك تبدأ من رغبتك في تغيير هويتك وبالتالي تقوم بإجراء تغيير على مستوى العمليات اللي في النهاية هتوصلك للنتائج اللي عايز توصل لها. وملخص الجزئية دي، النتائج هي الأهداف اللي بتكون عايز توصل لها لما تكون عايز تكون عادة حسنة أو تتخلص من عادة سيئة، والعمليات هي الخطوات اللي بتقوم بيها أو بتلزم نفسك بيها وأنت في طريقك لاكتساب عادة جديدة أو التخلص من عادة سيئة. والهوية هي اقتناعك اللي بيخليك تبدأ تغير عادة سيئة وتكتسب عادة جديدة، أو اقتناعك اللي بتوصل له من بعد وصولك للنتيجة اللي كنت عايز تحققها. وعلى فكرة سواء كان تغييرك لعادة سيئة أو بنائك لعادة جديدة بدأ بأسلوب النتائج ثم العمليات ثم الوصول للهوية، أو كان تغييرك لعادة سيئة أو بنائك لعادة جديدة بادئ من الهوية ثم العمليات اللي هتقوم بها عشان توصل في النهاية للنتائج اللي عايز توصلها، فالطريقتين مفيدين ولكن مع فرق بسيط ما بينهم.